التخطيط ليس حكرا على الشركات والمؤسسات، حتى الأفراد يستطيع كل فرد أن يخطط. أنت تخطط ليش؟ عشان تستثمر هذا الوقت الكبير الموجود عندك. أنت لو تترك فلوسك في البنك تتوفر، لكن الوقت لا يمكن توفيره بعدم استخدامه. إن الوقت يتوزع بين الناس بالتساوي. طيب ليش أنا وإنت في نفس العمل ونفس الدخل الشهري وحالتك المادية ميسورة وحالتي المادية وأنا مديون؟ ليه؟ الفرق ليس في الوقت، الفرق في إدارة الوقت، الفرق في التخطيط. ومن هنا هتسأل نفسك سؤال بسيط: هل هتعرف تخطط حياتك؟ وعلشان تقدر تخطط حياتك صح محتاج تبص ليها بشكل مختلف، مش كحاجة واحدة لكن كأجزاء مترابطة في 6 جوانب أساسية هتفضل معاك طوال حياتك، وبتتفصل في يومك بنفس الشكل لكن بنسب مختلفة. لما تفهمها وتعرف ترتبها حياتك كلها هتبدأ تمشي بهدوء وتوازن. هتكلم معاك عن ال6 جوانب لكن من خلال أسئلة ممكن تسألها لنفسك وانت الوحيد اللي تقدر تجاوب عنها. اول جانب هو الجانب الايماني، علاقتك مع الله، الاساس اللي بيضبط كل حاجة بعدها. اول سؤال في الجانب الايماني اسأل نفسك: علاقتك بالصلاة عاملة ايه؟ هل الصلاة ثابتة في وقتها ولا بتتأجل حسب زحمة اليوم؟ يا ترى ايه علاقتك بالقرآن وشكله عامل ازاي؟ ليك ورث ثابت حتى لو بسيط؟ فكرت انك تصدق في يوم من الايام؟ الصدقة فين موقعها من يومك؟ طب هل عمرك قعدت مع نفسك في آخر يومك؟ رجعت اللي عملته واللي قصرت فيه؟ حسبت نفسك بهدوء من غير قسوة أو تبرير؟ وسألت نفسك: أنا راضي عن نفسي النهاردة ولا لأ؟ تاني جانب هو الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي اللي بيمس علاقتنا بالناس اللي حوالينا، بيظهر في تصرفاتنا وكلامنا وطريقة تعاملنا مع اللي حوالينا. هل بتختار الناس اللي في حياتك بعناية؟ هل وجودك بيضيف قيمة للي حواليك؟ طب يا ترى بتتقبل الاختلاف من غير تعصب؟ أسلوبك في النقاش بيعكس أخلاقك؟ هل بتحترم اللي قدامك لمجرد انه انسان؟ هل بتقدم المساعدة وقت ما بتقدر ولا بتحس بالناس قبل ما بيطلبوا؟ وده ياخدنا للجانب الثالث، هو الجانب العملي. الجانب العملي هو الاساس اللي بنحول بيه طموحاتنا لافعال. هل بتبدأ شغلك في ميعاده ولا دايما بتأجل؟ هل احترامك للوقت بيعكس احترامك لنفسك وشغلك؟ لو مديرك او عميلك قيمك هيقول ايه عن التزامك؟ طب بتقدر تحدد أهداف وظيفية واضحة؟ هل عندك هدف مهني واضح؟ شايف نفسك فين بعد 1 أو 5 سنين؟ بتقدر تدير وقتك وقت شغلك؟ وقت شغلك بيروح في المهام ولا في المشتتات؟ هل عندك خطة ليومك ولا بتشتغل بعشوائية؟ وأخيرا إمتى آخر مرة طورت مهارة في شغلك؟ هل بتعتمد على خبرتك القديمة ولا بتتعلم الجديد؟ رابعا هنتكلم عن الجانب العلمي. الجانب العلمي هو اللي بنبدي بيه وعينا وبنطور تفكيرنا، زي مثلا متابعة الدورات والكورسات. الكورسات اللي بتوفر عليك وقت وخبرة وتجربة عملية. هل القراية جزء ثابت من يومك؟ هل بتختار اللي يفيدك فعلا؟ لأن القراءة هي أساس بناء العقل وتوسيع الفهم. هل بتوسع نظرتك للحياة وبتخليك أهدى في الحكم وإنك بتشتغل على إنك تنمي ثقافتك العامة؟ وبكده نكون وصلنا للجانب قبل الأخير وهو الجانب الصحي. الجانب الصحي هو الأساس اللي بنقدر بيه نكمل باقي جوانب حياتنا. بتهتم بأكلك الصحي؟ الأكل الصحي هو وقود الجسم وأساس الطاقة اليومية. هل بتخصص وقت ثابت للحركة ولا الرياضة آخر أولوياتك؟ هل بتمارس الرياضة بانتظام؟ هل بتعمل فحوصات دورية ولا بتستنى لما المشكلة بتظهر؟ لأن الاهتمام بالصحة بيبدأ بالوقاية مش بالعلاج. وأخيرا هنتكلم عن الجانب العائلي. هي المساحة اللي بنرجع ليها نرتاح ونبقى على طبيعتنا. هل الوقت اللي بنقضيه مع العيلة هو اللي بيقوي الروابط وبيخلق الأمان؟ هل بتخصص وقت حقيقي لعيلتك ولا الانشغال دايما سابقك؟ الأبناء محتاجين حضور قبل ما بيحتاجوا نصايح. هل بتسمع ليهم بصدق وبتشاركهم وقتهم ومشاعرهم؟ طب يا ترى عامل ايه في حل المشاكل العائلية؟ الهدوء في الخلاف بيحافظ على الود وبيمنع الجرح. هل بتتعامل مع المشاكل بعقل وحكمة ولا العصبية بتسبقك؟ السؤال العريض إنه كيف أعمل على تحقيقها؟ كيف أبني هذه الخطة؟ الأول إنك تعرف ما هي نقاط قوتك. ليش؟ لأن أي نقطة قوة موجودة عندك 100% سيقابلها فرصة أو عدة فرص، وإذا التقت نقطة القوة مع الفرصة ستولد ميزة تنافسية. أيضا حدد إيش هي نقاط ضعفك. أي نقطة ضعف تعاني منها الآن ستسبب لك تهديدا في المستقبل. لما تلتقي نقطة الضعف مع التهديد سنبني خطة دفاعية عشان نقلل من تأثير هذه النقاط. إذا أنا عندي أهداف لاستثمار نقاط قوتي، وعندي أهداف لماذا؟ ليش؟ للتقليل من تأثير نقاط ماذا؟ نقاط الضعف. هذه نقطة جدا مهمة. نقاط القوة غالبا الحب والشغف لشيء معين يدل على أنك قوي في هذا الجانب. الأمر الآخر التجارب التي دخلت فيها ونجحت يدل على أيضا وجود نقطة قوة. طب ازاي تتخيل السنة من غير خطة سنوية؟ وازاي تبدأ سنة كاملة من غير ما تعرف انت عايز منها ايه؟ وده هنبدأ بيه الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة. في مصفوفة اسمها مصفوفة إدارة الوقت.
أو مصفوفة أيزنهاور. الفكرة الأساسية فيها إنها بتساعدك تشوف مهامك بوضوح، بتقسم كل اللي عندك تعمله ل4 خانات حسب حاجتين بس: مدى أهميته، وهل هو عاجل ولا لأ. ومن هنا بتعرف تحط وقتك ومجهودك في المكان الصح بدل ما بيضيع. أول خانة عندنا هي مهم وعاجل، دي الحاجات اللي لو اتأخرت دقيقة هتعمل مشكلة مباشرة ومفيش رفاهية إنك تأجلها، زي تسليم شغل بموعد نهائي قريب، ده شغل تأجيله بيضيع فرصة أو بيسبب خسارة. أو مكالمة أو طلب ضروري حالا، طلب محتاج رد فوري ومش هيستنى، تجاهله ممكن يعمل مشكلة أكبر بعدين. مشكلة طارئة في الشغل، حصلت حاجة فجأة وبتعطل الشغل كله، حلها أولوية قبل أي حاجة تانية. تاني خانة مهم وغير عاجل، دي أهم خانة في المصفوفة لأنها الحاجات اللي بتبينك على المدى الطويل بس إهمالها بيكلف كتير بعدين، زي التعلم والقراءة. استمرارية بسيطة بتصنع فرق كبير، كل صفحة بتقراها بتوسع وعيك بخطوة. أو التخطيط لمشروع، التفكير والترتيب قبل التنفيذ هو اللي بيقلل الأخطاء وبيزود فرص النجاح. أو تطوير مهارة جديدة بس محتاجة وقت ثابت والتزام مش حماس مؤقت. النوع الثالث غير مهم وعاجل، النوع ده من المهام بيبان مستعجل بس تأثيره الحقيقي ضعيف، زي مكالمات كتير من غير أي قيمة بتقطع تركيزك وبتسرق وقتك من غير ما بتضيف أي حاجة حقيقية ليومك. وطلبات بتقدر تأجلها أو حد غيرك بيعملها، مش لازم كل حاجة تعملها بإيدك. التفويض هنا بيوفر وقت وطاقة أهم. رابعا وأخيرا غير مهم وغير عاجل، احذفه أو قلل منه، دي أخطر خانة لأنها بتسرق وقتك من غير ما بتحس، زي تصفح عشوائي من غير هدف، دقايق بتقلب بالساعات وبتطلع من غير فايدة. أو قعدة أو كلام من غير معنى لا بيضيف ليك ولا بيقدمك غير إنها بتستنزف طاقتك. أو فيديوهات وتسلية من غير حدود، راحة مؤقتة بتتحول لإدمان وتضييع وقت كان ممكن تستثمره.